البخل أنواع كتيرة، بس عمري ما هشوف أبشع من بخل المشاعر. إن يكون قدامك فرصة إنك تجبر خاطر حد ولو بكلمة وتفضل ساكت. إنك تكون عارف إن أي تصرف منك حتى لو كانت مكالمة هتبسط اللي قدامك وبرضه تستمر في التجاهل. لما بتكسر حد أكتر من مرة ولو على حاجات تافهة وبيكرهك في الآخر، بيكرهك لأن طول الوقت بيفضل محتاج لك وعمره ما بيلاقيك. الطيبة والحنية هتكون في إنسان بيفكر في كل اللي حواليه، وعمرها ما كانت ضعف أو حتى سذاجة زي ما بقيت الناس فاهمة. بالعكس، هي دي الحاجات اللي بتعمل رصيد ليك في قلب كل واحد حاول يقرب منك. فحاول ما تستنزفش طاقة اللي قدامك، عشان مهما كان عنده طاقة حب وعطاء هتيجي عليه وقت وهتخلص. بير الأحاسيس مهما كان مليان هيجي عليه وقت وهيخلص لو ما اتملاش. عندك صاحب جدع خليك معاه دايما وما تخسروش. عندك أخ بيحبك خليك في ظهره دايما وما تخسروش. عندك حد بتحبه ما تبخلش عليه بالعطاء، لأن كل ده هيفرق معاه. والدك ووالدتك لو عايشين اوعى تخلي فيه جفا معاهم مهما كانت الظروف والأحداث اللي انت بتمر بيها، لأن صدقني الطاقة لو خلصت مش هيكون في مشاعر بعد كده. الجفا ما بيجيبش غير الجفا، وبخل المشاعر ما بيجيبش غير بخل المشاعر، والأنانية مش هتتقابل غير بالأنانية. فبلاش توصل اللي قدامك ان هو يتغير وبعد كده تقوله انت اتغيرت ليه. ايه اللي غيرك؟ وفي الأساس هو ما اتغيرش، هو طاقته خلصت. فلو بتحب حد دايما اشحن طاقته قبل ما تخلص.